ممكن تعرفنا بنفسك؟ بيومي سعد محمد حسين، منشيد دمال ومركز وسط. ماشي. انت شغال في الزراعه بقالك قد ايه؟ بقالي 10 سنين. طيب ايه المشاكل اللي كانت بتواجهك قبل ما تستخدم الالواح الخاصه بالطاقه الشمسيه؟ بالنسبة للسولار طبعا مم. والمكن الري والزيت، مم. كل ده كان فيه مشاكل طبعا. طيب عايزاك بقى تشرح لي انت ازاي جات لك الفكره، يعني الزيت انت من والله. اوائل المزارعين في مصر اللي بيعملوا الواح الطاقه الشمسيه دي. والله بالنسبة للطاقة الشمسية ديت كنت أنا إيه، جماعة برضو من الإرشاد الزراعي جم قالوا لي فكرة زي ديت، فأنا إيه فكرت فيها. قعدت سنة واتنين ما عملتش حاجة، بس فكرت فيها كويس، لقيتها هتوفر معايا ومجهودها حلو، وكهرباء على طول، المية شغالة على طول، يعني كل يوم طول النهار لحد ما من الشمس ما تطلع لحد آخر ما الشمس ما تطلع. بس نفذتها ازاي بقى؟ نفذتها ازاي ديت طبعا. شفت هي الشركات بتاعتها بتيجي تطلع منين، طبعا رنيت عليهم، جبت رقمهم ورنيت عليهم، جم طبعا شافوا المكان، قال لي ماشي المكان مناسب وهيبقى كويس وبتاع، شجعوني برضه. طب تكلفتها كام؟ قالوا والله تكلفتها ايه كذا كذا، يعني ايه، يعني حوالي من 6 سنين كده كان من 95 ل 100,000. تمام. المهم قلت لهم ماشي انا هجمع فلوسي، والجماعه جوهم وعملوا حاجتهم والحمد لله تمت. بس يعني 100,000 ده وفرت معاك على مدار 6 سنين وفرت شغل؟ معايا طبعا. يعني قد ايه مثلا؟ يعني اشرح لي بقى. لا يعني هي طبعا لاحظت الفرق ازاي بعد ما الواحد انا ركبت؟ كنت كل يوم يعني بجيب جاز ومن هنا لهنا كده. حوالي قد يعني ايه مثلا؟ ايه؟ بحوالي قد ايه؟ حوالي الاول من 5 6 سنين كانت مثلا لا مؤاخذه الصفيحه ال 20 لتر كان بكام؟ بتهيألي حوالي 200 جنيه او 180 جنيه. دلوقتي صفيحه الجاز وصلت 500 جنيه. تمام. ما حسيت بالفرق جامد يعني. فانت دلوقتي ما بتدفعش اي حاجه؟ لا ما بدفعش. انا لو باجي شغال بالجاز والسولار دلوقتي هجيب كل يوم جاز. طبعا الارض هنا رمليه عايزه ميه كل يوم. طب كلمني عن جهود وزاره الزراعه ومراكز الارشاد اللي انت ذكرتها، يعني بيجي ناس مثلا زي بيجوا ناس مثلا لا بيجي ناس من الارشاد الزراعي. مثلا عندي مشكله مثلا في الزراعه، في مرض في النبات، في بتاع ده، في اي مشكله بيوجهوني مثلا دي عايزه كذا ودي عايزه كذا، يعني بيقولوا لك تحلها ازاي، يعني ينصحوك. تمام. طيب انت في اي حاجه يعني نفسك مثلا ان انت تقولها لوزاره الزراعه؟ انت يعني ايه المطالب اللي انت عايزها؟ والله يوفروا لنا بس الاسمده اللي احنا محتاجينها. وفي دلوقتي حاجات انت بتستخدم سماد طبيعي ولا صناعي؟ لا صناعي طبعا، النطرات اللي بنجيبها من الجمعيه الزراعيه. بس لو توفر السماد الطبيعي؟ السماد الطبيعي هجيبه طبعا. بالنسبه لك افضل كمزارع؟ هو افضل افضل للنبات اللي احنا بنزرعه طبعا. وكويس بيخلي يعني الزرع كويس. ايه تاني غير السماد عايز تطلبه من وزاره الزراعه؟ الحاجات اللي هي الكيماويات المخصبه والرش طبعا، والحاجات بتاع النماتوده. اسعار الاسمده اللي هي بتاع المبيدات اللي هي النماتوده دي غاليه قوي. بس طيب انت يعني عملت ايه في التقلبات الجويه اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي؟ والله التقلبات الجويه دي تعبتنا الصراحه بامانه، يعني هانت عندنا الزرع شويه. بالنسبه للفراوله يعني دمرتها. وطبعا بالنسبه للاسعار نزلت رخره. فالعمليه السنه دي يعني الحمد لله. ما هو ده اتجاه الدوله دلوقتي، هي عايزه ترشد الاستهلاك وعايزه تقدم سماد طبيعي، يعني الموضوع بس والحاجات المخصبه للناس بس للزراعه. تمام. شكرا جدا. الله يخليك يا فندم.